واحدة من أفضل المباريات اللي بيستناها مش المصريين بس، لأ بيستناها كل العرب، وهي ماتشات الزمالك والأهلي. ما بالك بقى اما يبقى ماتش على بطولة، ولا بقى مش كاس مصر ولا سوبر مصري، لأ ده السوبر الإفريقي. الزمالك والأهلي أو الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر الإفريقي في السعودية، خاصة في مدينة الرياض. لو بصيت على أداء النادي الأهلي في الماتشين دول فهيتحط تحت بند الجيد جدا، ولكن خلي بالك إن جور ماهاي هو خصم ضعيف. شفنا في الماتشين دول إن كولر ابتدى رسميا يعتمد على يحيى عطية الله في الجبهه اليسرى. اللي المفروض النادي الاهلي يعمله الماتش ده عشان يقدر ان هو يكسب نادي الزمالك. بالمناسبه انا دلوقتي بتكلم في النص الاولاني ده عن النادي الاهلي بكل تفاصيله، والنص الثاني هروح لنادينا نادي الزمالك. اللي النادي الاهلي المفروض يركز عليه وهي نقاط ضعف عند نادي الزمالك. نقاط الضعف عند نادي الزمالك وهي اولها ان الدفاع من ورا، فكره ان انت تبني الكوره على الارض هي مش احسن حاجه. ولو بتتكلم ان يعني حمزه المسلوسي بيعرف يطلع الكوره بالرجليه، فانت بمسافه لما بتدي الكوره لحسام عبد المجيد للاسف هو ما بيعرفش يلعب برجليه خالص. فاعتقد ان النادي الاهلي هيحاول على قد ما يقدر ان هو يخلي الكوره تروح لحسام عبد المجيد، وبعد كده بقى يبتدي يضغط ضغط عالي. طيب هي في فكره كمان بس ان شاء الله يعني مش هتحصل بصراحه من جوميز، وهي فكره ان هو هيلاعب عمر جابر ناحيه الشمال وهيلاعب محمد شحاته ناحيه اليمين. الفكره دي لو حصلت فهو للاسف هيبقى عمر جابر برده هيبقى عكس اتجاه رجله، لان عمر جابر مش اشول، فبرضه هيضطروا ان هم يضغطوا عليه. بس اعتقد بنزول قائمه نادي الزمالك النهارده بان موجود فيها محمد حمدي ومحمود بنتاج، فاعتقد ان عمر جابر هيلعب في مركزه عادي. طيب ايه هي النقطه الثانيه اللي المفروض ممكن يعني النادي الاهلي يركز عليها، لان هي نقطه ضعف عند نادي الزمالك؟ هي فكره العرضيات او الكورنرات بالذات او الكرات الثابته. لغايه دلوقتي نادي الزمالك تمركزاته الدفاعيه في العرضيات هي مش احسن حاجه، وده بان في مباراه البوليس الكيني اللي هي كانت عندنا هنا في القاهره في العوده. الاوفر اللي اتعمل من فاول ملوش اي 30 لازمه، وفي الاخر بسبب التمركز الدفاعي اللي ما كانش قد كده الكره دخلت جون. حكيت لك كل حاجه سريعا كده عن النادي الاهلي. دلوقتي هروح لك للتشكيل المتوقع. كولر بقاله ماتشين مثبت التشكيل في الماتشين بتوع جور ماهايا، واعتقد اصلا ان هو عشان انا ما اتفرجتش على الماتش، بس هو بعد ما ضمن ماتش جور ماهايا في القاهره دخل 3 اجوان او جونين متهيالي، ريح نص اللعيبه الاساسيين. ودلوقتي تشكيله النادي الاهلي: في حراسه المرمى محمد الشناوي، 2 قلوب دفاع رامي ربيعه ياسر ابراهيم، باك يمين محمد هاني، باك شمال يحيى عطيه الله، 2 في نص الملعب اكرم توفيق مروان عطيه، قدامهم امام عاشور، يمينهم بيرسي تاو، شمالهم حسين الشحات، وفي خط الهجوم وسام ابو علي. اخيرا عن النادي الاهلي عشان بقى اروح لنادي الزمالك، هقول لك اكتر 3 لعيبه دلوقتي انا خايف منهم في الماتش السوبر. في المرتبه الاولى او بيجي في المركز الاول وهو سام ابو علي، اللي قدر في نص موسم في الدوري المصري ان هو يجيب 18 هدف، والحقيقه هو مهاجم سفاح. في المركز الثاني وهو محمد مجدي قفشه، اللي سبحان الله ربنا بيبقى كارمه جدا في ماتشاتنا، وخصوصا بعد الدقيقه 80 تلاقيه بقى دخل جون زي كده ماتش نهائي القرن، او نزل من على الدكه زي ماتش الكاس يقوم عامل له اسيست ومدخل له جون. سبحان الله يعني ربنا يكفينا شره في الماتش ده. في المركز الثالث وهو امام عاشور، اللي برده اداؤه كويس حاليا مع النادي الاهلي. خلصنا كل حاجه ليها علاقه بالنادي الاهلي، نروح بقى لنادينا الغالي نادي الزمالك. اخر تحضيرات نادي الزمالك اللي هم برضو الماتشين بتوع البوليس الكيني، اللي قدرنا نكسب في ماتش الذهاب 1-0 وفي ماتش العوده كسبنا 2-1. حابب اقول لكل زملكاوي محبط بالاداء، الماتشات دي يا جماعه يعني ما تحكمش عليها. يعني انت ما تحكمش في الماتش بتاع الذهاب، لان درجه الحراره كانت عاليه جدا والرطوبه كانت عاليه، ولسه اللعيبه ده اول ماتش ليها في الموسم. اما عن ماتش العوده فديك شايف البوليس الكيني كان مترصص ورا ازاي، وكانوا بيلعبوا على الهجمه المرتده. اي نعم كان في غلطات في الهجمه المرتده اللي بتتلعب علينا، ولكن في الاول في الاخر هم كانوا بيلعبوا بارك ذا باص. وخلي في علمك برضو انت في الماتشين بتلعب من غير محمد شحاته في نص الملعب، وبتلعب بيه باك يمين، وبتضطر ان انت تخلي عمر جابر باك شمال. طب انت كان ادائك سيء؟ لا ما كانش ادائك سيء، يعني انت كان ادائك تحت بند الجيد، لان انت هجوميا كنت كويس، ولكن هي الفكره مشكله عندنا في الدفاع. يعني انا مشكلتي في ماتش السوبر ده اللي انا مش خايف من النادي الاهلي اكتر من ان انا خايف من مدافعين الزمالك والاخطاء اللي احنا بنعملها اللي ملهاش اي 30 لازمه. لازم يا جماعه لو هنطلع بالكره من تحت نحاول نوصل الكوره على قد ما نقدر لعبد الله السعيد، لان ده احسن واحد هيقدر ان هو يطلعنا بالكوره. وفي برده نقطه اللي لازم نعملها في ماتش السوبر ده اللي برده هقولها لك في التشكيل المتوقع، اللي انا من وجهه نظري اللي احنا لازم نلعب ب2 ديفندرات في الماتش ده. خد بالك اللي انت لغايه دلوقتي ما شاركتش لسه الصفقات الجديده اللي بالمناسبه قدموا اداء كويس جدا في ماتش اللي هو بتاع مواليد 2005 اللي احنا لعبناه ضد بعض. يعني عندك الحمد لله محمود بنتاج قدر ان هو يدخل جون ويعمل اسيست في اول ماتش ودي ليه، وكمان الماتش بتاع 2005 ميشالك قدر ان هو يدخل جون، وعمر فرج ومحمد حمدي كلهم قدروا ان هم يسجلوا، كمان ان داي دخل جون برده مع مواليد 2005. غير كمان اللي انا شايف بصراحه ان في ورقه رابحه جدا، بس هو اكيد مش هيشارك في ماتش السوبر، بس الواد ده يا جماعه محتاج ياخد ماتشات كتير قوي وهيبقى سفاح، وهو حسام اشرف.
لو هنتجنب حاجه فيا ريت نتجنب فكره ان احنا نطلع بالكوره بشكل سيء او ان احنا ندي الكوره بسهوله للنادي الاهلي. يا ريت يا ريت يا ريت نعرف نستغل المساحه اللي بتبقى ورا رامي ربيعه وياسر ابراهيم، لان سيف الدين الجزيري لو قدر ان هو يهرب فيها هتبقى مساحه كويسه جدا وهتخلق لنا فرص كتير. واعتقد برضو ان في الماتش ده الزمالك هيسيب الكوره بشكل كبير للنادي الاهلي، فهتبقى في مساحات ورا خط النادي الاهلي. يا ريت بقى نعرف نلعب ورا محمد هاني. مش هالك على حسب الفيديوهات اللي اتفرجت عليه وطبعا المحللين قالوا لنا ان هو اللعيب ده صاروخ، فلو عرفت تلعب من ورا محمد هاني هنجيب هجمات زي الفل. ده غير طبعا ان انت عندك حل مثالي في نص الملعب في فكره الطلوع بالكوره اللي هو عبد الله السعيد والبينيات اللي هيقدر يلعبها. ده غير كمان احمد السيد زيزو اللي هيبقى ناحيه اليمين، واعتقد ان احمد السيد زيزو هيقدر ان هو يلجم يحيى عطيه الله من ان هو يتقدم كتير وهيخليه واقف ورا بشكل كبير. زي ما قلت لك بشكل كبير ان الزمالك هيسيب الكوره للاهلي والاهلي هو اللي هيبقى مستحوذ. عرفت تقطع الكوره هتبقى في مساحات رهيبه ورا دفاع النادي الاهلي. ويا عيني يا ليلي بقى لو انت قدرت تطلع بالكوره بالضغط الكبير اللي عامله النادي الاهلي. اي فرقه في الدنيا بتبقى ضغط عالي كده، لو قدرت ان انت تطلع بره الكوره هتبقى في مساحات رهيبه، فبقى تدي زيزو تدي مشالك تدي سيف الدين الجزيري، هتبقى يعني حاجه حلوه قوي. دلوقتي هقول لك عن التشكيل المتوقع لنادينا نادي الزمالك، وبعد كده اروح لك لاقوى 3 لعيبه ان شاء الله متوقعين ان هم يعملوا لنا اداء جيد جدا في ماتش السوبر. في حراسه المرمى محمد صبحي، 2 قلوب دفاع حمزه المسلوسي حسام عبد المجيد، يا ريت باك يمين عمر جابر، باك شمال مش فارقه محمود بنتاج او محمد حمدي على حسب بقى الاصلح لجوميز واللي شايفه صح. ويا ريت برضه وده انا شايفه الاصلح اللي هو المفروض يتعمل في الماتش ده ان احنا نلعب باثنين ديفندرين، وهو دونجا جنبيه محمد شحاته، قدامهم عبد الله السعيد، يمين بقى زيزو، شمال ميشالك. ويا ريت برضه يبدا ميشالك، معرفش هو هيبدا بالصفقات الجديده ولا لا، بس يا ريت يبدا بميشالك يعني. قدامهم سيف الدين الجزيري مهاجم، مع ان فكره ميشالك دي ممكن متخوف ان هو جوميز ما يقدرش ان هو يعتمد عليه وممكن يبتدي مصطفى شلبي. افضل 3 لعيبه ان شاء الله لنادي الزمالك في ماتش السوبر هو رقم 1 طبعا بدون فصال وهو الاسطوره احمد السيد زيزو. رقم 2 وان شاء الله لو لعب اعتقد ان هو هيعمل فرق كبير قوي معانا كنادي الزمالك في الماتش ده وهو ميشالك. اما على الرقم 3 اللي ان شاء الله هنقدر نستفيد منه بالطلوع بالكوره او سواء بينياته بقى والثرو باص اللي هو بيعمله هو ان شاء الله عبد الله السعيد. ودي كل حاجه تخص السوبر الافريقي اللي ما بين الزمالك والاهلي اللي هتتلعب ان شاء الله يوم الجمعه الجايه. عايزك في الكومنتات سواء انت اهلاوي او زملكاوي تكتب لي التشكيل المتوقع لنادي الاهلي او نادي الزمالك، وكمان عايزك تذكر لي بقى ايه اقوى 3 لعيبه اللي انت شايفهم في فريقك ان هم يقدروا يعملوا معاك الفارق في السوبر. ما تنساش تدعمني باللايك والشير والسبسكرايب، وعايزك برضه في الكومنتات تقول لي ايه هي توقعاتك للماتش. شكرا.